السلام عليكم. انا اليوم جيت فرحان اني متواجد في هذه الحفله هذا ديال نجم المغرب. كنقول لي شكرا الاخ ايوب السيد النقيب، كنقول لي شكرا لك على الدعوه، شكرا على هذا الشرف هذا اللي عطيتنا اننا نكونوا متواجدين ما بين الفنانين المغاربه الرائعين. من هذا المنبر هذا كنبغي نشكر وسائل الاعلام كاملين، الاخوه الاعلاميين كاملين اللي عطاوني الفرصه انني نكون متواجد مع المتتبعين ديالهم، وان شاء الله دائما ان شاء الله نحاولوا نخدموا، لان هذه الجائزه اللي كتكون بحال تقل فوق الكتاف ديالك، يعني دائما خاصك تكون مزيان، دائما خاصك تكون عند حسن الظن ديال الجمهور ديالك. الكلمه اللي غادي نبغي نقول في حق المنتخب الوطني، المنتخب الوطني راه دار كما كنقولوا دار معجزه، انه فرح ماشي الملايير ديال الناس، وحد ما بين الدول العربيه، وحد ما بينها، عطى خلق لنا واحد الفرحه اننا كنا خارجين من وسط كورونا، من بعد الالام عطانا هذه الفرحه هذه، ولينا كنشوفوا الوليدات متشبتين بالعالم المغربي، ولينا متشبتين ان اي واحد ولا كيقول الوليدات ديالو خصك تكون تلعب الكره تاتا باش تشرف المغرب. وكنشكروا والد الركراكي اللي رجع لنا الروح اللي تعطشنا لها 70 عام هذه. كنقول لي شكرا كاع اللاعبين اللي كانوا على ارضيه الملعب. الجديد ديالي مازلت صغير على الحب. الله يعافيك. شكرا. فرحان اول شيء معاكم كصحفيين وكاعلاميين، شرفتونا بهذا الوجود ديالكم الزوين. تبارك الله كديروا واحد الدور كبير باش انكم كتوصلوا الفكره او المعلومه للمشاهد الكريم او الجمهور المغربي، فالله يعطيكم الصحه جميعا. وايضا فرحان انه حاضر في المهرجان ديال جائزه النجم المغربي 2022 بمدينه الدار البيضاء، بالضبط في مسرح محمد السادس. هذه بادره طيبه المعنيين الامر انهم داروا هذه الالتفاته للمجموعه ديال الاصوات اللي كتستحق من الدعم والتشجيع والمسانده. وبهذه المناسبه ايضا كنبغي نوصل من خلال هذا المجمع الجميل وهذه اللمه الجميله التتويج ديال المغاربه او ديال المنتخب المغربي تبارك الله اللي وصل للمربع الذهبي، وهذه اول مره افريقيا وعربيا ويعني ما عمرنا حلمنا بها. فالحمد لله انه والد الركراكي اعطانا هذا الشرف الكبير، انه الحمد لله المغرب يعني ولات رايته مرفوعه في العالم من خلال المربع الذهبي. وكان ممكن ان نفوتوا المربع الذهبي، كان ممكن ان نكونوا الخوازيام والدوزيام اولا، نقدروا نكونوا حتى الاولين، لما لا؟ فالحمد لله بالمنتخب ديالنا. شكرا للوالد الركراكي على هذه البديره الطيبه وعلى هذا المجهود، ولو 3 شهور يعني غير كافيه، ولكن تبارك الله دار مجهود جبار انه وصلنا لهذا المستوى الكبير. وايضا الفرحه ديال سيدنا الله ينصرو بالخروج ديالو مع المغاربه، والفرحه ديالو بالفوز ديال المنتخب، وايضا الاستقبال ديالو الرائع. واكيد هذا الشيء يعني معروف على العائله العلويه الشريفه وعلى سيدنا الله ينصرو، انه لما كتكون شي حاجه فيها فريمون الرايه مرفوعه او شي نجاح او شي تتويج كيكون من السباقين انه يدير واحد الخطوه مثل هذه. وايضا الجمهور المغربي اللي دار واحد الاستقبال واعر. وحنا كنشوفوا انه الارجنتين ربحات، ولكن يعني الاستقبال ديالنا كان يعني احسن استقبال عالميا. فالحمد لله بمغربنا الجميل وبمنتخبنا الجميل وايضا بصحافتنا الجميله، الله يعطيكم الصحه. حاضرين في هذه الليله السعيده. كنشكر الترابي، الاستاذ الترابي النقيب ديال النقابه المهنيه لحمايه الفنان ولدعم الفنان. وكنشكر ايضا الشركاء او المشاركه ديال وزاره الشؤون الثقافيه والاتصال. وهذا كنشكر هذا الجمهور هذا الكبير اللي حضر لهذه التكريمات ولهذه الليله الجميله اللي كتعبر على الوفاء ديال الجمهور المغربي للمبدعين ديالو، وخصوصا لواحد الفئه كبيره اللي اليوم غيكون عندها حضور جميل ديال المبدعين الشبان اللي هما بحاجه الى دفعه وبحاجه الى تكريم وبحاجه الى وفاء على العطاءات ديالهم وعلى المسيره ديالهم وعلى الخطوات الاوليه ديالهم اللي داروها في الاغنيه المغربيه او في السينما او في التشكيل ولا جميع الفنون. شكرا لكم جميعا، شكرا رجال الاعلام ونساء الاعلام على هذا الاهتمام بالفنان المغربي، وبغينا ان شاء الله هذا الشيء يبقى دائما. 1 2 3. مساء الخير. اليوم اول دوره لاختيار نجم الاغنيه المغربيه، وهذا المهرجان او هذا الحفل من تنظيم النقابه المهنيه لحمايه ودعم الفنان في شخص السيد رئيس ايوب ترابي.
انا في هذه النقابه اشغل منصب كاتب عام. تم انتقاء الاصوات اللي تلقيناهم من مختلف ربع المملكه، وتم اختيار 3 اصوات 3 رائعه جدا، يعني لدرجه اننا غادي نحيروا شكون اللي غادي ياخذ الرتبه الاولى. ايضا هذا المهرجان او هذا الحفل كيكرب نخبه كبيره من رواد الاغنيه، ايضا ممثلين سينمائيين مخرجين ومنتجين، وان شاء الله كنتمنى هذه الدوره تنجح، وانا عندي اليقين انها تنجح، لانها الحمد لله حاولنا ما امكن اننا نتجنبوا الاخطاء اللي كانوا كيترتكبوا في دورات اخرى وفي مهرجانات اخرى، باش ان شاء الله نعطيو واحد الصوره جميله على هذه الدوره ان شاء الله. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتيفي الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات.